السلام عليكم اعزائي الشباب الجمال، رجعت لكم بحلقه جديده من برنامجكم الكوره مع البتشاوي. بس قبل ما نبدا بقى ما تنسانيش في اللايك والشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على النبي، ومش التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه ونوصل فيديو الكام لاكبر عدد من اللايكات. ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا عشان سخنه نار. هنبدا الحلقه معاكم بالشحات. الشحات كان عنده كدمه قويه جدا في الكتف، بس تعافى منها ونزل التدريبات، وان شاء الله هتشوفوا في ماتش المصري، لان الشحات طبعا مولع الفتره اللي فاتت وما كانش ينفع ما يبقاش موجود في الماتش بتاع المصري. طيب، الاهلي مقدم عرض لحسين الشحات. طيب العرض ده بكام ومدته قد ايه؟ العرض ده يقدر ب 30 مليون جنيه في السنه وسنتين، يعني مده العقد سنتين، وهياخد في السنه الواحده 30 مليون جنيه. بالنسبه لي عرض كويس جدا لحسين الشحات، وبصراحه انا كنت افضل حسين الشحات يكمل مع النادي الاهلي السنتين دول. طيب، اللاعب اللي بعده وهو تريزيجيه، كان بيعمل خياطه فوق الركبه والحمد لله هتشوفه في ماتش المصري وقدر ينزل التدريبات، وان شاء الله هيبقى الامور معاه تمام التمام. طيب اللاعب اللي بعده مين؟ هو امام عاشور. امام عاشور الاصابه اللي جات له في الماتش اللي فات، يعني الحمد لله هو بدأ يتعافى منها بشكل كبير، وان شاء الله بنسبة كبيرة هتشوفه في مباراة المصري كأساسي، حتى لو احتياطي مش هتفرق، بس المهم اللي انت هتشوفه موجود في ماتش المصري. طيب، اللاعب الرابع معانا وهو شوبير. شوبير يا صديقي يعني جاي له إصابة في أهم ماتش في الموسم، وهي إصابة كدمة في العضلة الخلفية، ودي طبعا هتوقفه عن لعب مباراة المصري 100%، ورسميا هتشوف الشناوي أساسي في المباراة دي. طيب، النادي الأهلي مقدم عرض تاني لشوبير. العقد ده مدته قد إيه؟ مدته 5 سنين. طب الراتب بتاعه قد إيه يا صديقي؟ الراتب بتاعه لسه ما اتحددش دلوقتي، بس اللي اتقال اللي هو هيبقى من الفئه الاولى في النادي الاهلي، يعني الراتب بتاعه هيبقى من الفئه الاولى في النادي الاهلي، وده طبعا بعد الاداءات الكويسه اللي هو بيقدمها مع النادي. طيب، دلوقتي بقى الاهلي بيتراجع عن فكره ضم مدرب مصري يقود الفريق، اللي هو كمين؟ كالبدري وكعلي ماهر او اي مدرب جه في دماغك مصري. الاهلي بيتراجع عن الفكره دي تماما. طيب، دلوقتي احنا كنا في مدربين او في مدرب النادي الاهلي داخل معاه بقوه، وهو جوزيه جوميز. احب اقول لك ان الاهلي بيتراجع نسبيا عن الصفقه ديت او فكره المدرب دوت. وكمان جالنا يوريسيتش قال لك انا نفسي ادرب النادي الاهلي وقلل من مرتبي والحوار دوت. بس احب اقول لك ان يوريسيتش هو مش في خريطه النادي الاهلي، يعني اسمه اتعرض على الترابيزه بس ما لقوش ترحيب كبير من الناس اللي موجوده، فبنسبه كبيره هو بره النادي الاهلي. طيب، مين الثلاث اسماء حاليا اللي اسمهم مطروح داخل النادي الاهلي وبقوه وبيراجعوا السي في بتاعهم يعني بطريقه خياليه، لان هم عايزين يجيبوا مدرب كفء، مدرب بقى يعني يعوض السنه اللي فاتت دي كلها. طيب، اول واحد وهو كارلوس كارفرهالو، ده اكيد عارفينه، ده المدرب البرتغالي اللي اسمه اتطرح السنه اللي فاتت وما جاش. طيب، في مدرب تاني اسمه برونو لاج، ده برضو مدرب برتغالي، والاثنين المدربين دول اقوياء جدا، بس بيتراجع السي في بتاعه او بيراجعوا السي في بتاعه داخل النادي الاهلي. طيب، الاسم الألمع فيهم هو مين؟ مارك فان بومل، اكيد عارفينه، ده الهولندي، يعني السي في بتاعه قوي جدا، وده برضه بيتراجع او بيراجعوا السي في بتاعه داخل النادي الاهلي، وهو دلوقتي الاقرب لتولي تدريب النادي الاهلي. ده كان ملخص للسيفيهات اللي بتتعرض على النادي الاهلي، دي اهم الاسماء المطروحه حاليا داخل النادي الاهلي. طيب، تعال اقول لك يا صديقي ان نادي الزمالك خسر من اتحاد العاصمه امبارح 1-0. انا بالنسبه لي طبعا اهلاوي ومش عارف ايه والدنيا جميله، بس برضو انا ما كنتش احب ان اتحاد العاصمه يجي يعلم علينا في ارضنا، حتى لو بيلعب الزمالك، بيلعب بيراميدز، بيلعب سيراميكا، بيلعب اي فريق مصري، وياخد البطوله منه ويمشي. يعني دي حركه في حد ذاتها مش كويسه. طبعا الاهلاويه فرحانين والزملكاويه زعلانين، بس برضه هي حركه تضايق. حتى لو انت اهلاوي ما ينفعش فريق زي ده يجي يعلم عليك في ارضك ويمشي، مع ان لو كانت الزمالك فاز بالمباراه ديت ما كانوش هيحلونا. بس انا كان عندي عتاب واحد بس على كابتن معتمد جمال، ومش هتكلم في الموضوع ده الا بس العتاب ده فقط. انت بتلعب على ارضك وجبت جون في اول دقيقتين، يعني الحياه جميله ومتعادل
المنطقي يقول ايه؟ اللي انا هاجم، انا ليه بدافع على ارضي 85 دقيقه وانا متعادل؟ لو كسبان هقول لك ماشي دافع، بس انا متعادل العب 85 دقيقه دفاع؟ ازاي؟ عايز حد يفسرها لي بس. طيب، اخر خبر يا صديقي واحب اختم بيه الحلقه بتاعتنا، وهو حمزه عبد الكريم. انا طلعت في فيديو من فتره بس مش هنا، على منصه تانية، قلت ان ليه حمزه عبد الكريم ما ينضمش لمنتخب مصر. تعال اقول لك ان حمزه عبد الكريم في القائمه المبدئيه لمنتخب مصر في كاس العالم. حمزه عبد الكريم هيبقى خيار كويس جدا على الدكه، حتى لو ما بيلعبش اساسي، مع ان اصلا انت ما فيش مهاجمين عندك. ناصر منسي عادي، مصطفى محمد وحش، محمد شريف ما بيلعبش، فانت ما عندكش. فليه ما جيبش واحد زي ده؟ مش يا عم، لو مش هيلعب بيه اساسي هيبقى دكه ويبقى خيار قوي. طيب، انت على اعتاب انك تشوف خط هجوم كله عالمي في كاس العالم لمنتخب مصر، مكون من مين يا صديقي؟ من محمد صلاح، عمر مرموش، هيثم حسن، حمزه عبد الكريم، مصطفى محمد. فانت عندك 5 اسماء في خط الهجوم كلهم محترفين. فاتمنى بقى ان احنا نقدم حاجه بجد في كاس العالم ده. قولوا انتوا بقى رايكم في الخماسي اللي انا لسه قايل لكم عليه ده، هيكسر الدنيا في كاس العالم ولا لا؟ وقولوا لي انتوا بقى رايكم في مدرب الاهلي الجديد، هل ترشحوا انهي اسم من اللي انا قلتهم؟ استنوا في الكومنتات، واتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والسلام.